السلام عليكم ورحمة الله، اخباركم اخوتي؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله دائما تكونوا على خير وبخير، ولا مساء الخير عليكم ولا الصباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله كما غتشوفوا معايا نشارك معكم واحد المسمن البنات كيجي غزال، كيجي مورخ، كيجي رائع، اللي هو المسمن ديال الخضراء والشحمه. نوجدوه ان شاء الله بالدقيق ديال الفينو بلا فورس، شي حاجه كتجي مورقه غزاله البنات، ما كيضر ما كيتقل. نتمنى تبقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش ان شاء الله نحضروه جميل كما كتشوفوا معايا، شي حاجه زوينه البنات. نتمنى تبقى معايا حتى نهاية الفيديو. بسم الله على بركة الله. هنا البنات في القصرية عملت جوج زلافات ديال دقيق د الفينو، كل زلافة كتعبر 250 غرام ولا ربعة، يعني المجموع نص كيلو. ودائما البنات الكمية ديال الدقيق ولا اي حاجة ما كتهم شيء، يعني كل واحد عينو ميزانو على حساب العائلة. كاين اللي كيبغي يعمل واحد الكمية ويخبعها في المجمد. انا صراحة البنات كيعجبني يعني كل نهار ونهارو، ما كاينلاش يعني نخبعو كلشي في المجمد، وكل واحد يعني والرأي ديالو. هنا البنات بالنسبه للعجين ديال الدقيق ديال الفينو شويه مختلف على الفرص، من حيت البنات كنربيوه من الاول خفيف ماشي قاصح، يعني راه فيه كميه سميده كما كتعرفوا، يعني كنربيوه من الاول خفيف، وهو هو جالس وكنعلكوه فيه وهو كيقصح معنا كيتشرب. انا كما شفتوا يعني انا باقا كنعلك فيه وهو كيشرب، يعني عكس البنات اللي عملناها من الاول قاصح بحال الحجر، يعني كيعذبنا في عجينو، وكنبقاو يعلك ما تعلك وزيد الماء وزيد. هنا البنات زدت واحد الكميه ديال الملحه، قياس الملحه، وواحد المعلقه هكا كما شفتوا ديال الخل. الخل البنات كيجي المسمن به هشيش فتي مرق، يعني كيساعد على التوريق ديال المسمن. هنا البنات كما شفتوا راني ربيتو كما شفتوا خفيف، يعني عجنتو بيد واحد، يعني ماشي حيت كاين بزاف اللي بحال كتخوف من العجينه ديال الفينو. هي شنو البنات كما شفتوا معايا ربيتو من الاول جاري، هو جالس كما قلت هو كيتشرب. ها نتوما كما شفتوا القوام ديالو جاني هو هذاك. هنا غنخشي البنات ندهنو بواحد شويه ديال زيت الزيتون ولا اللي عندكم، وخشيوه في بلاستيكه، يعني هكا يعني العجين ديالنا ما كيلصقناش في قلب البلاستيكه. ونخليه على واحد المده البنات، انا عندي الوقت على واحد المده على ما نصوب الخضره اللي البنات مزروف فيه، يعني يعمل واحد رويس معلقه ديال الخميره يعني ديال الخبز. يعني الخميره كتساعد على العجينه باش كتطلق معنا بسرعه، يعني واحد الكميه اللي قليله. هنا البنات بالنسبه للخضره عندي البنات فلفله حمراء وخضراء، وعندي البصله جوج بصلات. بالنسبه للفلفله نعمل غير نص نص حيت عندي الفلفله كبيره. هنا البنات عندي الشحمه ديال الكلوه اللي كنحتفظ بها بالمجمد، يعني ما كتبقى في المذاق ديالها، ماشي كتجهاد معنا الا خليناها يعني ماشي في المجمد. ملي كنوقفوا عليها كشهيوات بحال هكا كتصلح لنا، ولا شي مره يعني كنجيبوا غير الهبره ديال اللحم وكنبغي نزيدها هكا في الكفته كنطحنها في الدار، يعني كتصلح داك الشحيمه في الدار. ولا شهيوه بحال هذه كما قلت ديال المسمن بالشحمه، يعني ما يمكنش شي واحد ما كيعجبوش كنظن. مسمن اللي معروف وشعبي. هنا البنات كما شفتوا الفلفله ديالي كما شفتوا كنحاول نقطعها رقيقه. هي البنات انا صراحه بقيت كنقطعها رقيقه، في التالي يعني عملتها غليظه حيت غندوزها في الهاشوار. حيت البنات البصله هاد الوقت يعني كتبغي تشلضها رقيقه، هي فيها واحد الجلده لداخل بحال داك الصفق ديالها، يعني هاد الوقت هكا كتكون بحال فيها النباته، يعني كتجيك صعيبه تشلضها رقيقه. هنا البنات عملت كلشي في الهشوار، واحد الكميه البنات مهمه ديال المعدنوس كون ما كثرتو منه البنات كيعطي واحد المذاق غزال في هاد المسمن، يعني تعملوا غير الشحمه والمعدنوس والبصله. يمكن لكم تخلاو على الخضره الفلفله، ولكن المعدنوس صراحه عنده بلاصتو في هذا المسمن. هنا عملت في الهشوار البنات كلشي، يعني الفلفله والبصله والمعدنوس وجوج معالق ديال الشحمه. عندي البنات معلقه ديال الفلفله حمراء، شويه البنات ديال الحر، ضروري شويه د الحر، شويه د الملحه وشويه د الخرقوم. بالنسبه للبنات العطريه راني عملت معلقه فلفله حمراء، معلقه يعني القياس ديال الخرقوم. عملت البنات شويه ديال الحار السودانيه ولا هريسه ولا اللي عندكم. عملت معلقه البنات ديال الزعتر كما شفتوا ولا السحتر، وشويه ديال الملحه. باقي غنزيد نص معلقه ديال الكمون، وواحد المعلقه ديال القزبر حبوب يابس، يعني كيجي هاد الخلطه كتجي غزاله البنات في هذا المسمن. وضروري البنات كما شفتوا معايا داك الخضره كنصفيها البنات، هنا زدت القزبر يابس وغنزيد الكمون. هنا البنات هاد الخضره ضروري كنصفيوها، يعني كنصفيوها نحاولوا نشفوها مزيان البنات باش ما يبقاش فيها حس الماء، باش المسمن ديالنا ما كيجيش معنا مدقص ولا معجن البنات. داك الماء ديال الخضره هو كيطيب والخضره كتطلق الماء ديالها وهو كيتعجن معنا البنات. هنا البنات كنطفى لي التليفون. العجينه من بعد ما ارتاحت لي يعني ارتاحت جات ما شاء الله، واخا ماشي شي دليك اللي دلكتها جات ما شاء الله طايعه كما شفتوا. شكلوها كما بغيتو. هنا عندي البنات زلافه فيها فلفله حمراء مع زيت الزيتون، وعندي الفينو وعندي زيت الزيتون يعني هكاك كما شفتوا كنطلق في الاول بزيت الزيتون.
وكنعمل الحشوه ديالي البنات اللي ناشفه البنات، وكنرش بالفينو صافي، وكنتلت المسمنه عادي. وهنا كنبقى يعني كنفرق بداك الزيت اللي فيها الفلفل الاحمر، زيت الزيتون والفلفل الاحمر كما كتشوفوا البنات، باش كتجينا غير داك اللون هكا المسمنه. ولكن انا البنات صراحه عملتها باخر لحظه، ما طلقتليش يعني الفلفل الاحمر في داك الزيت ما صبغتليش بزاف البنات. هنا كما شفتوا البنات يعني كندير كميه الزيت اللي قليله، هذا المسمن ما كيجيش ميدم، يعني عملت 2 معلقات تقريبا ديال الشحمه، تقلوا ولا تكثروا. هنا كما شفتوا البنات يعني كنطلق يعني كنحاول الثانيه نرققها على الاولى. داك الطويه البنات ديال المسمنه كما شفتوا رديتها من التحت، يعني باش ما كيجيش يعني جوج طويات من الفوق، كاينه المسمنه ديالنا غليظه من واحد الجهه وجهه كتكون رقيقه، يعني كتجينا هي هذيك متقاده، الحشوه ما كتخرج لناش وجينا متقاده. هنا كما شفتوا ضروري كنرشوا الفينو وداك الزيت ديال الفلفل الاحمر، يعني واخا كما قلت ما صبغتليش، يعني عملتها باخر لحظه، خصها تكون على بكري يعني فشي قريه هكا. وبنفس الطريقه عاود الثانيه البنات كنحاول عاود نطلقها بشويه زيت الزيتون، يعني الاولى ما كنرقوهاش بحال الثانيه. بالنسبه لبنات الحشوه انا كنكثر فيهم كما شفتوا، الحشوه كنكثر فيهم يعني بحيث مطحونه ما تخافوش منها حتى حاجه ما كتوقع البنات. يعني كون كنا غير قطعناها البنات كنلقاو يعني كتقبلنا العجينه كتقطع لنا، ولكن هكا مطحونه يعني كتجي هي هذيك مع العجينه. وبنفس الطريقه كنرشوا الفينو، كنرشوا شويه الزيت، يعني كميه الزيت اللي قليله كنعمل. هذا المسمى البنات كنت عملته في الاول د رمضان، الا الله كتب باش نحطو معكم اليوم، حيت البنات كنت شكوى الله مريضه وباقا الحمد لله، ولا الله كتب نحطو معكم اليوم. هنا كما شفتوا البنات داك الطويه اللي كتكون طويه مسمنه كما شفتوا راني قلبتها من الجهه من التحت، يعني ما كنعملش الطويات بجوج الفوق باش كتجي المسمنه ديالنا معوطه، هي هذيك ما كتقطع لنا ما حتى شي حاجه، كتجي يعني من الجهات بجوج كتجي يعني هي هذيك، يعني كندير طويه الفوق وطويه لتحت. وكنبقى مستمرين العجينه كما شفتوا ديال دقيق الفينو مطاوعه تشكلوها كما بغيتو البنات. صافي ندير فواحد بلاطه ولا في صينيه كنعملهم وكنغطيهم. هنا البنات غنبقى نطيب في المسمن ديالي، عندي البنات الفرن وعندي المقله ديال الوجده، من الاحسن البنات نطيبو في المقله الوجده ثقيله باش كيطيب على حقو طريقو، ماشي ديك المقله العاديه خفيفه دغيا كتخطفو. واخا المقله الوجده ونحاولوا نقصوا البوطه البنات، نقصوا كما شفتوا العافيه راه كتبان لكم لهنا يعني ناقصه ماشي بزاف، يعني ماشي ميته مره وماشي عاوتاني مجهده، باش كيطيبوا لحقهم طريقهم البنات غير كيشدوا راسهم، يعني تشد المسمنه راسها عاود نقلبوها نقلب وشقلب، يعني ما هي مره ما هي جوج، يعني ما تقنعوش من التقلاب ديال هذا المسمن. واي مسمن باش كيجينا زوين كيجينا مورق كيجي طايب على حقه وطريقه البنات، ما كيجيش ملوي ومدقس من الداخل. يمكننا ندخلوا البنات المسمن للفران، راه عندي الطريقه يعني ديال المسمن باكريش في القناه، تقريبا نفس الطريقه تقريبا، يعني غير هذا بالشحمه والخضره والاخر باكريش في الفران كيجيو تما ما شاء الله تما كيتنفخوا كيجيو فنين. هذه البنات اول مسمنه بنتي الصغيره بغات المسمن وبغيت نقسم لها وانا كنت شاعله الكاميرا، كما شفتوا جات اول مسمنه جات مرقه جات ما شاء الله كما شفتوا. وكنبقى مستمره هكا نتوما شفتوا الطيب المسمن طيب على حقه وطريقه ماشي مخطوفه البنات، يعني المسمنه كتكون في يدكم مقرمشه ماشي لاويه البنات، يعني واخا كيبقى لنا يعني كيجينا هو هذاك. ومساله واحده اخرى البنات، يعني المسمنه ديالنا غير تشد راسها نقلبوها، يعني ما نتسنى حتى طيب تحمر، يعني غير تشد راسها نقلبوها. هنا البنات من الاحسن عاد واحد النصيحه هي المسمن ما تعملوش في الطبسيل ولا في المهم في الغطار ولا بشي هذه، عملوه على شي شبكه. انا عملت البنات على الشوايه، الشبكه ديال الشوايه نفعتني الصراحه، كتنفعني المسمن باش البنات ما كيعرقش معنا وكيتعجل المسمن ديالنا، ماشي غير الشحمه يعني اي مسمن. هنا البنات كملت المسمن ديالي، شنو نقول لكم البنات جا غزال واحد الريحه في الكوزينه البنات ديال داك الزعتر مع البصله، جا البنات سبحان الله العظيم البنات الا كيشهي صراحه مع الصيام، جا فن البنات يعني كميه ما شاء الله يعني قليله ديال الفينو، نص كيلو ديال الفينو خرجت لي تقريبا 8 ديال المسمنات البنات مرقين عامرين كما يعني الحشوه جات البنات يعني مشته فيه كامله في المسمنه ماشي غير في واحد الجهه،
يعني الطريقه ديال الطحينه البنات ونصفيوها، يعني كتجي غزاله غزاله البنات، مسمن كيجي بها. نتمنى تجربوا يعجبكم. مسمن بالشحمه معروف البنات، غني على كل التعريف في رمضان صراحه. كنتشهاوه هكا، واخا نعملو مملحات واخا، ولكن سبحان الله مسمن بالشحمه هكا يعني عنده بلاصتو. نتمنى البنات تجربوا يعجبكم، ونتمنى تشجعوا القناه الصغيره البنات، شي لايك وشي كومنتير وشي مشاهده كامله، وبصحه فطوركم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه. والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك